امبويمبو في مانشستر يونايتد. الصفقة تمت النهاردة، فابريزيو رومانو أعلن، كل وسائل الإعلام أعلنت، الفحص الطبي هيحصل، وفي خلال كام يوم هتعلن مانشستر يونايتد رسميا عن رابع صفقات السيزن امبويمبو. النهاردة بره الاستوديو في مكان ممكن يكون شكله مش حلو، مش في الاستوديو العظيم بتاعي، بس ده عشان أنا عندي إصرار إني أنزل لكم الحلقات في مواعيدها. النهاردة أنا جاي أحكي لك على صفقات مانشستر يونايتد السنة دي لحد النهاردة، والصفقات اللي بيتقال عليها إنها هي هتحصل، ورأيي في صفقات مانشستر يونايتد وأموريم السنة دي. أهلا بيكم، أنا فوزي نينيو. طيب تعالى نحكي على صفقة امبويمبو وبقية صفقات مانشستر يونايتد. ماتيوس كونيا، وكلم معاكم في بقية الصفقات اقول لكم رأيي فيها. كلام كتير قوي طالع على آراء الناس في صفقة زي امبويمبو، ناس كتيرة تقول لك الفلوس الكتيرة مدفوعة فيه، لعيب جاي برضو من برينفورد، ومانشستر يونايتد بتعمل صفقات مش بالقوة دي. ناس تانية تقول لك ده لعيب متجرب في البريمير ليج، لعيب جامد قوي مدغدغ الدنيا. الواقع بيقول ايه؟ هل دي صفقات حلوة ولا صفقات وحشة؟ انا هقول لك الصح، مش هقول لك رأيي. الصح بيقول ان مانشستر يونايتد في مكان وحش جدا جدا جدا، بعيدة قوي عن كل حاجة. انما تعالوا نتكلم بالمنطق في الصفقات دي. تعالوا اقول لك الصفقات اللي حصلت لحد دلوقتي احنا بنتكلم على ماتيوس كوني. اول صفقة تعلن دفع فيها المفروض 62.5 مليون، معرفش بقى ده استرليني ولا دولار، اعتقد كان ستيرلينج باوندز، ودي كانت الريليز كلوز بتاعه ماتيوس كونيا المهاجم البرازيلي. ودييجو ليون باك ليفت اوروجواياني، لعيب مواليد 2007 عنده 18 سنة، ما عنديش فكرة عنه، شفت له فيديوهات بس انا ما بعتمدش الفيديوهات. وجابوا لعيب اسمه انزو كانا تقريبا، لعيب فرنساوي اصول افريقيه، كان بيلعب في لوهافر مع كوكا، ما لعبش فيرست تيم معاهم وطلعوه اعار، يعني هم مضوا معاه، مش عارف دفعوا فيه، ما اعرفش كام، بلاش ما اعرفش دفعوا فيه كام. انا عارف ان دييجو ليون اتدفع فيه 6 مليون تقريبا، وفي ادونز ما اعرفش ايه، لو لعب تقريبا عدد ماتشات معينه او حاجه زي كده. وانزو كانا ده طلع اعاره في سويسرا على طول، طلعوه اعاره، فحاجه للمستقبل يعني، مش حاجه معمول عليها دلوقتي. واخيرا رابعهم كان امبويمبو. نتكلم على صفقة امبويمبو وماتيوس كونيا. انا بالنسبة لي صفقتين كويسين، صفقتين مش وحشين مبدئيا كده. لا لسه الصفقات دي لو انت عايز تقارن بالسكواد اللي موجود في بقية الفرق اللي بتنافس الدوري، لو انت بتتكلم ان انا كفريق عايز ابني حاجة انافس فيها على الدوري، فانا بعيد. تعالى بس اتفق معاك على حاجة في بداية الفيديو قبل ما نكمل، ان انا في اي وقت في خلال الفيديو لما اقول لك ان انا اخد الدوري كمانشستر يونايتد، او ان انا ببني ان انا اكسب الدوري او عايز انافس، فانا اكيد مش بتكلم على الموسم اللي جاي، لان دي حاجه واضحه جدا. انما انا المفروض ان المشروع اللي انا ببنيه او ايا كان الصفقات اللي انا بجيبها، عشان ايا كان في خلال كام سنه انا عايز ارجع انافس تاني، ده طبيعي. انما انت لو بتتكلم على اسماء لعيبه او على قوه لعيبه حتى امكانياتهم، ان انا مقارنه بالصفقات واللعيبه اللي موجوده في بقيه الفرق، فانت ما زلت بعيد. اذا كنت بتتكلم على مانشستر سيتي، ليفربول، او ارسنال. كيكوريز بيخلص في ارسنال لسه لحد دلوقتي ما عندش رسمي، بس كلنا عارفين ان هو في الاغلب هناك. مانشستر سيتي لسه انا بصراحه ما عنديش سامع صفقات كتير قوي غير اللي لعبوا في كاس العالم للانديه، يعني ما اعرفش ايه بيت صفقات لو عملوا حاجه بعد كاس العالم للانديه، بس بوجود اوريدي حد زي هالاند لو بنتكلم على خط الهجوم فانت بعيد. انما ماتيوس كونيا، اولا الاثنين امبويمبو انت هتحسه ان هو راجل كبير في السن، هو شكله راجل كبير في السن، شكله راجل عجوز، وبقاله فتره بيلعب في البريمير ليج، واحنا بقالنا 3-4 سنين بنتفرج عليه في البريمير ليج. امبويمبو ده عنده 25 سنه، هما الاثنين مواليد 99، بس واحد اكبر من الثاني بكام شهر تقريبا. امبويمبو ده هيتم 26 في شهر 8 حاجه كده، وماتيوس كونيا تم 26، فهما الاثنين تقريبا نفس السن، فهي لعيبه مش كبيره. برونو فرنانديز جه مانشستر يونايتد بنفس السن ده، كان عنده نفس السن ده، وفي 4-5 سنين بقى برونو فرنانديز احسن لعيب في الفريق، وفي اول موسمين كان احسن 10 في الدوري. كان احسن 10 في الدوري، ارجعوا افتكروا. هتقول لي كان احسن من دي بروين، هقول لك عشان دي بروين كان مصاب، فهو كان احسن من دي بروين وهو مصاب. فما اقدرش اقول لك ان هي صفقات وحشه. اولا هي مش لعيبه كبيره في السن، لعيبه متجربه في البريمير ليج. لعيب زي ماتيوس كونيا طلع تاخد في منتخب البرازيل، لعيب اداؤه كويس، لعيب اثبت ان هو بيعرف يجيب اجوان، وكان مع فريق ضعيف وقدر ان هو يعمل، وقدر ان هو يحط ارقام. نفس الحكايه بمويمبو، مع فريق يعتبر ضعيف، مع فريق يعتبر بيدافع، هو ارقامه السيزون اللي فات جاب مش فاكر 20 جون حاجه كده، ده رقم كبير قوي بالنسبه لحد بيلعب في برينفورد، كبير جدا بالنسبه لحد بيلعب في برينفورد، مش عارف 6-7 اسيستات. فهو يعتبر جاي فريق ضعيف اللي هو مانشستر يونايتد، فمواصفات مش مختلفه. هو مويمبو مش جاي من برينفورد ورايح يلعب في ليفربول واوريدي في نجوم، او رايح مثلا يريبليس محمد صلاح، فهو عليه ضغط وعبء كبير ومش عارف هيخش في الفريق ولا لا. هو انت في مركزه ما فيش لعيبه، هو جاي يعتبر فريق فنيا ضعيف انما فريق اسما كبير، فهي دي النقله بالنسبه له. فانا ما اقدرش اقول لك ان هي صفقات وحشه، ما اقدرش اقول لك ان هي صفقات بعيده، هي الصفقات مش بقوه جوكريز ارسنال. انما هل هي منطقيه بالنسبه لك لمانشستر يونايتد دلوقتي؟
حاسس ان الاجابه جبنا نجوم كتير قوي الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت، عملنا بيهم ايه؟ دفعنا ارقام في اسماء كبيره فاي حد نجمه بيعلى، وبعدين تعال نجرب بقى اللو بروفايل شويه. انا مش متضايق لان انا عايز اشوف اللي هو تعال نجرب البروفايل اللي اصغر شويه، تعال نجرب اللعيبه اللي اسمائها اقل شويه ونشوف دول ممكن يعملوا ايه معانا. طيب نتكلم على سعرهم. هل الارقام دي كبيره مبالغ فيها؟ لعيب زي ماتيوس كونيا جاي له عروض من حتت كتيره، دوري اسباني، فرق كتير في بريمير ليج، ده كان الريليس كلوز بتاعه وهو ده اللي كانوا هم هيسيبوه بيه 62 مليون. دلوقتي بلعيب نجمه ابتدى يعلى، اتخذ منتخب برازيل، مش هيتباع باقل من كده. حط في اعتبارك لو ترجع تفتكر الحلقه اللي انا كنت عملتها عن اموريم او الاموريم ما جه، وكنت بقعد اقول ان انا عايز اخرج من العباءه بتاعه المغفل اللي جاب ماجواير اهو، وما تدفع فلوس يوم ما تروح تفاوض لعيب اي رقم بيطلب. حبيت اطلع بره القصه دي. فانت ما زلت انت ما زلت الشخص، انت ما زلت مانشستر يونايتد اللي لما هتخش تفاوض اي لعيب هيتحط رقم كبير. يمكن الدنيا هديت عليك شويه، يمكن انت بتتلم نفسك شويه، وهو ده الصح وده التوجه الصح، وهو ده اللي انا اتكلمت عليه في الحلقه اول اموريم ما جه. انا عايز اشوف الفريق رايح على فين في الحته دي، عايز اطلع بره الحته دي. فانت لحد ما انت ما زلت نفس هذا الشخص المغفل اللي جاب ماجواير، انما لحد ما ابتديت تهدى شويه بره الحته دي، لان انت ابتديت تارجت لعيبه بروفايل اقل شويه. امبويمبو نفس الكلام، هو لعيب متجرب في البريمير ليج، انا مش جايب سوبر ستار المفروض ادفع فيه ارقام كبيره. الرقم اللي اتقال لحد دلوقتي هو 65 مليون وفي 6 مليون ادونز، يعني كله بونسز، يعني اجمالي 71 مليون، رقم كبير طبعا. بس بالنسبه للي احنا بنسمعه دلوقتي وارقام دلوقتي، ال 100 مليون وال70 مليون بيدفعوا في اي حد. يمكن انا كنت اتفهمها في كونيا شويه عشان منتخب برازيل ومش عارف ايه ومهاجم وسترايكر، انما امبويمبو السنه اللي فاتت عامل ارقام كبيره قوي وكان جاي له عروض من كذا حته، وهو قال انا عايز مانشستر يونايتد. رقم كبير بس انا مش حاسس بالمعطيات اللي موجوده ان هو مبالغ فيه، فانا متقبلها لحد ما كمشجع. وكاسماء صفقات او كاتنين لعيبه انا مش زعلان من وجودهم. تعال بقى نشوف فريق مانشستر يونايتد دلوقتي عشان نتكلم على الصفقتين دول. خط الهجوم تقريبا ما عندكش حد، انت بتتكلم السيزون اللي بتلعب فيزيرسكي وهويلاند، والاثنين بعاد قوي عن ان هم يلعبوا بريمير ليج بصراحه. هويلاند في كلام كتير قوي ان هو طالع اذا كان اعاره او بيع، لحد دلوقتي هو موجود، وانت في وقت كتير ما كنتش عارف تلعب بمين فيهم السيزون اللي فات بالذات في نهايته، وكنت ترمي اي حد قدام ساعه تلعب من غير مهاجم. ففكره انك تجيب مهاجم زي كونيا، بالذات ان هو مهاجم بروفايل وعنده كوره وبيعرف يلعب بره البوكس حلو قوي وبيعرف يجيب اجوان، وهو اثبت نفسه ده في البريمير ليج، فدي حاجه كويسه جدا. المهم نفس الكلام، هو لعيب عنده بيعرف يجيب اجوان وبيعرف يعمل اسيستات، ولعيب هجوميا فعال قوي، وده باين في برينتفورد وباين في طريقه لعب برينتفورد في الهجمات المرتده في ماتشات كتيره وفي ماتشات كبيره وقدام فرق كبيره، ازاي ان هو بيعرف يطلع بالكوره، ولعيب عنده امكانيات اذا كنت رميته على الخط او اذا كنت رميته تحت المهاجم او لعبت بيه مهاجم هو يقدر يعملها. ودي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا في طريقه لعب البي اموريم. البي اموريم زي ما احنا شفنا، خلينا نركز في الحته القدامانيه دلوقتي، ان هو بيلعب بالثلاثه اللي قدامانيين، وزي ما شفنا كان بيلعب بهويلاند او زيرسكي، برونو فرنانديز كان بقى واحد من اللي تحتهم، تاني بقى كان مره جراناتشو مره ديالو، وديالو كان بيلعب وينج باك في اغلب الاوقات، وساعات ماينو بتبقى في لف كتير وهو مش عارف يلعب بمين. في النقطه دي عندي ليها حاجه كنت بقولها من الاول، يعني عندي ليها فكره. كنت لسه بحضر دلوقتي النهارده من شويه زي ويبينار كده لمدرب هولندي بيدي كورس في التاكتكس والتحليل، وراجل بقى له 25 سنه بيدرب واشتغل في البريمير ليج واشتغل في حتت كتيره. بعمل ده عشان انا حابب ان انا اعمل ده، وحاسس ان انا عايز بفكر ابتدي اعمل حاجات ليها علاقه بالتحاليل الفنيه، فحبيت ان انا لما اعملها حلوه. فما اعرفش استنوني، ممكن ابقى اعمل حاجه كده قريب. فكمل الحاجات اللي هو بيقولها، ان هو الراجل اللي كان بيدي الويبينار النهارده ده بيقول ان هو ما بيحبش ان هو يخش يبقى قافل دماغه على تشكيله معينه وطريقه لعب معينه وفورميشن معينه وعلى اساسها يبتدي يختار اللعيبه. هو شايف ان ده مش منطقي، لان اللي ممكن يكون اللعيبه اللي عنده ما تقدرش تعمل ده. وجاب سيره اموريم بالاخص ان هو مصر على طريقه لعبه وبيحاول يدخل اللعيبه في طريقه اللعب دي وهي مش ماشيه، منهم برونو فرنانديز. جاب سيره برونو فرنانديز ان هو مش بيلعب في حتته، ان هو في الحته اللي كان بيلعب فيها ايا كان في اللي هو تحت المهاجم، يعني في الطريقه اللي بيلعب بيها. يعني اموريم انا اعترض معاه في الحته دي لسبب ما، لان اموريم جاي مانشستر يونايتد على فريق فاضي، فريق محتاج يجيب صفقات، وكلنا عارفين الكلام ده. ومن الاول احنا عارفين ان اموريم جاي عايز يلعب بالطريقه دي وعايز يجيب اللعيبه اللي تناسبه. فكان واضح جدا السنه اللي فاتت من الاول ان هو هيحط الفورميشن بتاعته اللي هو بيلعب بيها، الثلاثه ورا اللي هو بيلعب بيها او الخمسه ورا ايا كان، وهيبتدي يشوف عنده مين يقدر يفت في التشكيله دي، بس بالذات ان هو مش مطالب منه انه يعمل اي حاجه، فدي بالنسبه له كان موسم تجريبي، وعلى اساسها هيبتدي يشوف هو محتاج لعيبه عامله ازاي. فعشان كده انا كنت مستني اشوف نوعيه الصفقات اللي اموريم هيجيبها، عشان هي دي اللعيبه المفروض ان هو شايف ان هي لما هتخش السيستم بتاعه اللي هو بقاله تقريبا موسم بيلعب بيه هتعرف تفت او هتعرف تواكب طريقه اللعب دي. فالمفروض ان ماتيوس كونيا وامبويمبو يبقوا من البروفايلات اللعيبه اللي هتناسب الثلاثه اللي قدام. هل انا من حكم فرجتي او من حكم ان انا شفت
مبويمبو وكونيا هل دول يخشوا في الفريق بتاعك في طريقه لعب اموريم؟ اجابتي انا شايف انه كونيا مهاجم صريح بيعرف يجيب اجوان وعنده كوره، يعني بيعرف يلعب بره البوكس وبيعرف يلاعب اللعيبه، ودي حاجه مانشستر يونايتد محتاجاها مع اموريم. مبويمبو شايف ان هو من اكتر اللعيبه المناسبه في البريمير ليج، او تعال نشوف اللي نجمها ساطع في البريمير ليج، ان هو يقدر يلعب في الاثنين اللي بيلعبوا تحت المهاجم بالطريقه اللي كان بيلعب بيها اموريم السنه اللي فاتت. حاسس ان مبويمبو لان اللعيب ده كان بيبقى ليه مهام كتيره قوي، هو ما هوش وينجر صريح، ما هوش 10 صريحه، بيبقى مهاجم تاني بيتطرف ساعات، بيعمل واحد هو دبل اب مع الوينج باك رايت، بيبقى ليه ادوار كتيره. مبويمبو من اللعيبه اللي انا شايف ان هو يفت قوي في الحته دي. مبويمبو شفناه على مدار الكام سيزون اللي فات، انت احتاجته وينجر لقيته، احتاجته مهاجم صريح لقيته، مهاجم تاني لقيته، 10 لقيته، وازاي تكتيكلي بيقدر ان هو يتغير على شكل برينفورد في السنين اللي فاتت. اذا كان بتلعب بالهجمه المرتده هو ازاي موجود، او ان هو ماسك كوره هو ازاي موجود، لعيب واحد على واحد موجود، كور ثابته موجود. فهو لعيب مفيد، لعيب في الدبل ابس مع مهاجم تاني معاه، هو لعيب مفيد ولعيب عنده مرونه لحد ما. فعشان كده انا مش متضايق من وجود مبويمبو. هل مبويمبو السوبر ستار النجم اللي هيجي يخليني بقى هو وكونيا اللي هينقلوني النقله اللي هيدخلوني اكسب البريمير ليج بقى السنه اللي بعدها والتشامبيونز ليج وبتاع؟ الاجابه لا، مش هم دول الاثنين اللي هيعملوا كده، انما هم ممكن يبقوا جزء من المنظومه اللي تعمل كده. عشان كده الصفقات دي مش كافيه. وحط في اعتبارك حاجه، ان عادي جدا واحد من دول يجي يضرب يبقى نجم كبير قوي. يعني ندي مثال لمين؟ محمد صلاح لما جه ليفربول. طبعا المثال مختلف شويه، وليفربول كان مشروع منظم اكتر سنه في وقتها، وكلوب كان ابتدى يطلع وماشي، بس صلاح لما جه كان لعيب تقيل برضه، بس مبويمبو لعيب تقيل برضه، وتقريبا كان نفس سن مبويمبو دلوقتي. بس صلاح لما جه كان نجم، بس كان ناس كتير تقول لك هل هيقدر يلعب في ليفربول؟ طب هيلعب على مكان ماني، كان ماني اللي بيلعب يمين وكان مدغدغ الدنيا، وكوتينيو كان شمال وكان مدغدغ الدنيا. هل هيقدر ولا مش هيقدر؟ من اول سيزون صلاح عمل الطفره المرعبه اللي ما كانش حد متوقعها، وبقى اقوى اسيت في البريمير ليج. مش بقول لك ان مبويمبو هيعمل كده، بس بقول لك عادي ان بتحصل في الكوره، ان انت بتشوف اللعيب في بروفايل في حته معينه وفجاه بيضرب وبيتحول ان هو يبقى في حته اكبر او في حته اعلى، ويبقى البروفايل اللعيب السوبر ستار. فهنشوف اذا كان ده هيحصل ولا لا. المنطقي انه ما يحصلش مع مانشستر يونايتد وبشكل مانشستر يونايتد الفتره دي، انما يعني حاسس ان في تعليقات كتير قوي مقلله من مبويمبو وماتيوس كونيا، تعليقات كتير قوي تانية على ماتيوس كونيا، اللي هو يا عيني ده كان مهاجم جامد ومستقبله راح عشان راح مانشستر يونايتد. طبعا فاهم، بس انا مش شايف ان مانشستر يونايتد هو الفريق ده دلوقتي. فده رايي عامه عن الصفقتين اللي احنا عملناهم. دييجو ليون ما عنديش اي فكره عنه، انت محتاج باك ليفت، محتاج باك ليفت. دورجو اخباره ايه؟ مش عارف. انا بالنسبه لي ان هو كان لعيب عنده امكانيات حلوه، بروفايل وينج باك ليفت 10/10، بس عنده مشاكل كتير، عيل صغير عنده محتاج يطور في حتت كتير قوي. ما اعرفش دييجو ليون برده ميدا 2007 عنده مش عارف 18 سنه، فانا ما اعرفش هو برده هيبقى اخباره ايه. فهو دي الصفقات اللي حصلت لحد دلوقتي. الكلام على الصفقات اللي ممكن تيجي، جاب سيره نيكولاس جاكسون في كذا حاجه، بس سمعت ان نيكولاس جاكسون ده لو مبويمبو ما كانش جه بالنسبه لي كانت تبقى كارثه. لو نيكولاس جاكسون جه، لعيب بجد عنده مشاكل كتير قوي، ما بيعرفش يجيب جوان، لعيب مش عارف يركب في تشيلسي، لعيب عمال بيثبت فشله كل مره كل فتره، وانت محتاج اللي يلحقك، محتاج اللعيب اللي زي مبويمبو وماتيوس كونيا. اللعيب زي مبويمبو ده السيزون اللي فات هو بجد، وبرينفورد هجمه مرتده هو لوحده بيقلب الماتش، هو لوحده بيجيب الجون. انت عايز اللعيب البروفايل ده. بالنسبه لي كان بروفايل لعيب كويس، لانه هو بيطلق وبيروح وبيحاول، واللعيب اللي بيحفرك، واللعيب اللي ممكن وانت ميت يجيب لك جون، فماشي. انما نيكولاس جاكسون لعيب تبقى الفريق الجون يعني بيخدم عليه وهو ما فيه، فانت مش حامل لحاجه زي كده. سمعنا على الجول كيبر البلجيكي اللي هو لامن ده، سين لامن ولا لامنز، ما اعرفش بتاعي اسمه ازاي، لامون، حارس عنده 23 سنه بيلعب في الدوري البلجيكي. انا ما اتفرجتش عليه قبل كده، بس اللي انا كنت شفته في الاخبار ان هو كان في كلام عليه، وبعدين الاداره والجهاز الفني يعني استقروا على ايمانييلو مارتينيز ان هو اللي يجي، على اساس ان اونانا مصاب، فهم عايزين يشوفوا حارس. انا شايف ان حتى لو اونانا مش مصاب احنا محتاجين نشوف حارس، لان اونانا مش حارس. دي اخره الظلم اللي حصل لديفيد دخيا. طبعا اي حد عارفني عارف ان انا من عشاق ديفيد دخيا، فشايف انه اتظلم. فهو في كلام على حارس. انا بالنسبه لي يلا هات لنا حارس. هل ايمانييلو مارتينيز هو الحارس؟ انا مش عايزه بصراحه، بس يعني احسن من اونانا اكيد. فيعني يلا هات لنا حارس. ده الكلام عن اللعيبه اللي جايه. في لعيبه خرجت، اللعيبه اللي خرجت متوقع انها تخرج. ليندلوف عقده خلص وخرج، راح فين ما اعتقدش ان هو راح حته لسه. راشفورد لسه ما خرجش رسمي، بس كلنا عارفين انه خارج. ماتيوس كونيا جه خد رقم 10 خلاص. كلام كتير قوي اليومين اللي فاتوا دول على برشلونه. مش فاكر مين اللي قال لك التعليق، قال لك انتقال راشفورد، مش فاكر مين، بس قال لك انت حسيتها ان هي دقيقه جدا. قال لك انتقال راشفورد لبرشلونه هو ابجريد لا يستحق. هي قال لك ذاتس ان ابجريد هي دازنت ديزيرف.
اللي عنده يعني هو ده ايه، نطه فاهم. فريق كان عيب الكلام عليه ان هو يطلع تشامبيونز ليج فاهم، نجوم يميل يامال رافينيا بتاع مش عارف ايه، وهو مدغد ما بيلعب، مش عارف يلعب في مانشستر يونايتد اصلا، رايح يعمل ايه هناك فهمت. جريناتشو عارفين كلنا ان هو ماشي، ما اعتقدش ان هو رسمي ماشي برضه، رايح فين مش عارف. جوني ايفنز اعتزل وعقده خلص فاعتزل. اريكسن برضه عقده خلص وما كملش. بالنسبه لي كلها صفقات منطقيه ان هي تمشي، لعيبه منطقيه انها تكمل. محتاج تعويض ليهم محتاج، لان حتى لو هي ما كانتش اللعيبه الفنيه اللي انت عايزها، انما لعيبه انت لعبت بيها السنه اللي فاتت، نوع من انواع السكواد ديب. فانت كان عندك مشكله ان جوني ايفنز اصلا كان جاي يتمرن مع الفريق، وبعدين انت ما كانش عندك مدافعين فقيدته فبقى يلعب وبقى يلعب، فانت كل لعيبتك كانت بتتصاب، كل مدافعينك كانت بتتصاب، فانت محتاج مدافعين، محتاج وينج باكات اللي هم الباكات بتوعنا. جبت دورجو، عندك دورجو وجبت ليون، هل انت هتعتمد على دول؟ هنشوف. الاثنين عيال صغيره. الناحيه اليمين بالنسبه لي فيها مشكله، هل احنا خلاص دالوت بالنسبه لنا تمام؟ طب الثلاثه اللي بنلعب بيهم ورا احنا تمام باللي معانا؟ انا مش عارف احنا هنلعب ازاي، ما اعرفش البروفايل عامل ازاي، بس انا بالنسبه لي حاسس ان انا ما زلت محتاج في خط الدفاع بتاعي. خط الدفاع بتاعي كله محتاج تفوير، بس يعني جبت لي باكات ليفت طبعا ما اقدرش احكم، هنطلع نشوفهم بس عيال صغيره فمش حاجه متفائل بيها قوي. طب دالوت انا بالنسبه لي دالوت لعيب كويس قوي، لو انا اقدر هيفت في منظومه دفاعيه قويه وهو عنصر منهم ماشي، انما يبقى هو الوحيد ان هو ده النجم بتاعي لا طبعا. فمحتاجين نشوف، انا بالنسبه لي محتاجين نشوف يعني. بس هو دي كل حاجه عن صفقات مانشستر يونايتد بس لحد دلوقتي اللي انا عارفها يعني، او ده اللي اعلن لحد دلوقتي رسمي، او الكلام اللي بيتقال كله. ارجع تاني اقول ان انا متفائل بمدرب زي اموريم برغم اللي حصل السيزون اللي فات. شايف ان هو مدرب كويس، مدرب بيشتغل وشغله باين وعنده نظام، بس هو لازم نفهم نقطه هقولها مره كمان، احنا كنا فريق مش واقع، فريق تحت الواقع، وفريق فاضي باللعيبه اللي جواه من كل النواحي. حتى لو عندك كام لعيب امكانياته كويسه، اموريم جاي مش مختار ولا لعيب من اللعيبه دي، اموريم جاي عنده نظام وطريقه لعب معينه وهو عايز يلعب بيها. وانا قلت كده من اول اموريم ما مضى ان هو هيجي هيلعب بطريقه لعبه، مش هيقيفها على اللعيبه اللي موجوده عنده، لان اللعيبه اللي موجوده عنده دي مش هي النجوم. يعني الراجل النهارده في الويبينار كان بيقول ان انت عندك القوه بتاعتك في لعيبتك فانت استغلها صح. هو ما عندوش قوه اصلا عشان يستغلها، فهو اصلا داخل انا هحط تشكيلتي وهشوف انا محتاج اجيب. احنا ده هو جاي عارف انه هيجيب لعيبه، فهو كان محتاج ان هو يجي يحط تشكيلته ويحط طريقه لعبه ويشوف مين يقدر مين لعيب يقدر يخش جواه، واللي ما يقدرش يخش جواه هيطلع بره. وانا شايف ان ده كان نظام كويس قوي، نظام ياخد وقت بس هو نظام صح. الفكره كلها اني اتمنى ان زي ما بيتقال ان اللعيبه دي اموريم هو اللي مختارها على مزاجه. ده شيء مهم جدا، المدرب يبقى جايب اللعيبه اللي هو عايزه عشان يعرف يعمل اللي هو عايزه، وعشان تعرف تحاسبه بعد كده. احنا جبنا لك لعيبتك وانت ما عملتش اللي احنا منتظرينه منك، انما انت لما تيجي تقول لي انا طلبت وانت جبت لي بروفايل لعيبه تانية، طب وبعدين هنخش في نفس الدوامه اللي بنخش فيها مع كل مدرب، حتى عندنا في الاهلي زي مثلا مارسيل كولر ما نفس برضو الحركتين اللي حصلوا. ففي النهايه انا دايما مع فكره بالذات في حياه مانشستر يونايتد، لو انت في مشروع بتبني فريق وجبت مدرب وحطيت امالك فيه، اديله كل الصلاحيات، هات له اللعيبه اللي هو عايزها. فاتمنى ان هي دي تكون اختياراته. الكلام بيقول ان هو كان عايز ماتيوس كونيا، هو كان عايز مبويمبو، ماشي تمام، لو هو دي اللعيبه اللي هو عايزها هنشوف. اللعيبه دي لو انفجرت يبقى هو الراجل بيعمل صح، لو احنا شفنا تحسن يبقى الراجل بيعمل صح. فكره ان انا اجيب في فريق زي مانشستر يونايتد بوحشه مانشستر يونايتد ان انا اجيب لاعبين 3 صفقتين 3 4 منهم واد عيل صغير طلعناه اعاره يعني، بس لا طبعا مش كافي، انما منتظر ان دول على الاقل يخلوني شكلي احسن شويه. فعنده فتره انتقالات كامله، لعب اولموست سيزون كامل، عنده فتره انتقالات وعدى على اللي فاتت طبعا ما جابش فيها غير دورجو، وجاب مين تاني؟ دورجو بس صح، وكانت حاجه يعني ايه بس بيلصم بيها، فمش عارف احسبها. فدي اول نص فتره انتقالات هو يعدي بيها فعلا. عنده فتره تحضيريه اللي هي بري سيزون بتاع دلوقتي، وبعد كده عنده فتره انتقالات هتبقى شتويه في يناير كمان كام شهر، بعدين هنبتدي نتكلم شكل مانشستر عامل ازاي. بس هو ده اللي عندي اقوله النهارده، ما فيش اكتر من كده. حاسس اصلا الحلقه طولت على التوبيك زي ده لان هو ما فيهوش كلام كتير يتقال. قولوا لي لو حابين اعمل حلقات عن صفقات عامه فرق النادي الاهلي، اعمل صفحه، بفكر اعمل حلقه عن صفقات النادي الاهلي لما تخلص كل الصفقات، مش هتكلم دلوقتي. بس كده، اشوفكم في حلقه جديده، في حكايه جديده، في قصه جديده، في تحليل، في فلوج. توقعوا الفلوجات اللي جايه ايه؟ يا ترى حضرت ماتشات فين؟ توقعوا يا ترى انا بعمل ايه؟ بحضر ماتشات في العالم كله. اتفرجش عليا، يخش يتفرج عليا، بوريكم استادات ممكن يكون ما حدش شافها. انا بنبسط او ممكن بصور وحش، بس انا بنبسط قوي في الاماكن اللي انا بروحها دي. اشوفكم في حلقه جديده. كرة دايما هتفضل للجماهير. الله، الوطن، ابو تريكه، سلام.